شهدائنا الابرار وتحيا الجزائر. تحيه اخرى للفرقه النفسيه لمديريه الشباب والرياضه والترفيه لولايه الجزائر. إذا تحت إشراف السيد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب والسيد والي ولاية الجزائر العاصمة، مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر بمساهمة رابطة المستقبل لتبادل الشباب تنظم الطبعة الثانية لصالون السياحة الشبابية تحت شعار مواطنة تعارف واكتشاف، وهذا تزامنا كما قلت في البداية مع الذكرى 64 لأحداث 11 ديسمبر 1960 الذي كان معرجا كبيرا في استرجاع السيادة الجزائرية. إذا مجريات هذا الصالون ستكون طيلة أيام 10 و11 و12 ديسمبر من السنة الجارية، وذلك بقاعة المتعددة الرياضات حرشة حسن بالجزائر العاصمة. إذا بدون إطالة استسمحكم ويشرفني ان ادعو السيد ياسين سيافي مدير الشباب والرياضه والترفيه لولايه الجزائر العاصمه في كلمه افتتاحيه، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء السيد الوالي الفاضل المحترم المقاطعة الإدارية لسيدي محمد، السيد ممثلا للسيد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب السيد يخلف، السادة الحضور، السيد نائب رئيس الشعبي الولائي، السادة إدارات الدائرة المركزية، السادة إدارات الولاية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحضر اليوم في الطبعة الثانية من هذا صالون السياحة الشبابية اللي أردنا من خلالها أن يكون فرصة وسانحة للشباب، شباب للتميز، كذلك للتعارف ما بين الشباب المبدع. هذه الطبعة موسومة هذه السنة بشباب متميز، وراح يكون إشارة انطلاقة بعض الأنشطة اللي راح تكون على مستوى كل التراب الوطني. هذه السانحة اللي أردنا من خلالها بإسهام مديرية الشباب والرياضة في إطار برنامج ولائي يشرف عليه مفعمة بالنشاط، خاصة النشاطات الشبانية والحركة الشبانية، وهذا تجسيدا لمشروع السيد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، وخاصة بولاية الجزائر العاصمة من أنشطة وحركية الشباب. وهذا الصالون يندرج ضمن هذه الحركية